الرحمن الرحيم. لك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على من أرسلته للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، رضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه، وارض عنا معهم وأكرمنا يا رب العالمين. يقول الإمام النووي يرحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا باب عظيم من أبواب الإسلام، وجب على كل واحد منا أن يتفكر في نفسه فيراجعها إن كان متخلقا وملتزما به أم لا. ولعل هذا الباب يحتاجه كل الناس، فهناك أصول عبادية، وهناك أصول عقائدية، وهناك أصول خلقية. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون مجتمعة في المسلم، فإذا قصر في شيء منها فلا ينبغي أن يكون مقصرا في مجملها. أصول عبادية كالصلاة والصوم والزكاة والحج، أصول عقائدية وهي أصل الأصول المطلق، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به وعدم المجاهرة بمعصيته وهكذا. الأصول الأخلاقية هي التي ينبغي أن يكون تعامل المسلم فيها مع الناس، وهي كما قلت أصول في هذا الدين وليست فروعا. لذلك لما مدح الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، بحسن خلقه شد البشر جميعا، كفارهم قبل مؤمنهم. وأقول هذا ودائما ما أذكر الإخوة الكرام، فأقول هذا لأذكر نفسي أولا، فلعلني من المقصرين في هذا، فأستغفر الله تعالى. فالإنسان المتكلم ينبغي أن يذكر نفسه أولا، والسامعين ثانيا، وكل من يصله صوته ثالثا. لعلي أكون مقصرا في هذا، فيراجع الإنسان نفسه: ما مدى التزامي بحسن الخلق؟ كثير من الناس في بيوتاتهم أسوأ الناس أخلاقا، تراه في خارج البيت يتلطف. لما؟ يقول: الناس تراني. يعني أنت تحسن خلقك من أجل الناس فقط؟ أليس هناك مثوبة من الله تعالى على حسن الخلق؟ سيأتي معنا أن الرجل بحسن خلقه يدرك منزلة الصائم القائم. إذا حسن خلقه كأنه يقوم في الليل ويصوم في النهار. كل هذا الأجر العظيم لحسن الخلق. فانتظر من الناس أن يعجبهم، ثم إذا لم يرني الناس صرت من أسوأ الناس أخلاقا؟ لا. فهذا الأمر ضروري يا كرام، بخاصة في البيت. إذا دخلت إلى زوجتك وأولادك أنت تحتمل في عملك الصغير والكبير، بوظيفتك بيجيك الغليظ وبيجيك السميك وبيجيك الطويل والقصير وتحتمله. تقول لك عملي. طيب بيتك أولى، بيتك أولى. في عملك الحر أيضا يأتيك أشكال وألوان من البشر، فتقول هذه أعمالي، ماذا أصنع؟ ده مشي في البيت يا أخي. يعني أمر غريب. بعض الناس يضرب زوجته في الليل والنهار. بعض الإخوة قال: لا، ما عاد هذا، لا موجود. قال: نعم، كان أكثر، قل هذا، لكن موجود. بعض الناس أيضا لأتفه الأسباب يضرب أبنائه. بعض الإخوة يضربون بعضهم، وهذا كثير بالنسبة للإخوة والأخوات. سبحان الله، قضايانا تحل بالضرب، مشاكلنا تحل بالضرب. هذا أمر كثير جدا. موضوع الإخوة والأخوات يقولون أمر سهل، هذا يضرب أخاه، تلك تضرب أختها، والأخ يضرب أختها، والأخت تضرب أخاها. هذا لا يكون.
هذا ليس خلقا حسنا. هذه الأخلاق السيئة، وهذه الطريقة التي لا تنجع إلا أن تكون آخر الطرق إذا كانت من المربي وحده، لا بين إخوة متناظرين مثلا. يعني أب في آخر العلاجات استعمل الضرب أو أم، هذا آخر العلاجات ولا ينبغي أن يحصل إلا قليلا. أما بين الإخوة فأنت ما سلطتك على أخيك، وأخوك ما سلطته عليك، وما سلطتك على أختك. سبحان الله. فهذه القسوة في التعامل تورث بغضة. سبحان الله. الإنسان قد يحمل في قلبه، وأنا سمعت من بعض الناس، بعض الإخوة قال لي أنا أخوي ضربني من 40 سنة، الله لا يسامحه لها الله ربي. طيب هو مخطئ، لكن أنت يا أيها الأخ قبل 40 سنة لماذا تستعمل هذه الوسيلة في التعامل؟ لماذا تستعمل؟ قال والله مفعل، جاي مكروب متضايق. طيب كلنا متضايقون. يعني أكثر الناس حياتها فيها شيء من عقد، فإذا كل إنسان كان عنده مشكلة نفثها وحلها وفضها بالضرب، يا أخي اضرب الجدار. إذن مو متضايق كتير، في شهرك في الحيط، مو في بني آدم. هذا إنسان له كرامته، ولقد كرمنا بني آدم. حقيقة بعض الناس يقول عندي ضيق، طيب فرجه بما ينفع، اركض يا أخي. عن جد أقول هذا الكلام، لا أقول هكذا يعني. فعلا تشعر أنك مكروب، انزل فامشي ساعتين متصلتين. هذا المشي يخفف عنك، يروحك. البارحة مثلا ذكرنا فضل المشي إلى المسجد. المشي ما هو فقط يعني أمر تسلية، يكون أحيانا عبادة، يكون أحيانا ترويحا وتنفيسا عما في نفس الإنسان. فبدل أن تنفعل على زوجتك وأولادك في البيت، يا أخي فرج بالمشي، بالحركة، بالرياضة، بأي شيء. سبحان الله. فهناك أشياء يستطيع بها الإنسان أن يضبط نفسه أكثر فأكثر. قيل لبعض أهل العلم ممن تعلمت الحلم؟ كان رجلا حليما مشهورا، قال من الأحنف بن قيس، وكان الأحنف مشهورا بالحلم أكثر. قالوا كيف؟ قال كنت يوما في مجلسه فجيء له بغلام قتيل وغلام موثق. هذا العالم يحدث عن شيخه الأحنف بن قيس رحمه الله من التابعين، كان مشهورا بالحلم. فعبقول أنا شيخي الأحنف بن قيس كان مثالا للخلق والحلم. الحلم يا أيها الأحبة التحمل، ما أوان بغضب، ما أوان بنفعل، ما أوان بضرب، ما أوان بشتم. طيب جيء له، كان جالسا بغلام قتيل، شاب صغير مقتول وشاب تاني موثق. فإذا القتيل ابنه وإذا القاتل ابن أخيه. مقتول ابنه، اللي قتله ابن أخوه. قال فوالله ما حل حبوته. قال إيش شو يعني؟ بارك الرجل رافع رجليه وماسكهم هيك، ما فلتون. عفوا، قال ما في إحساس؟ لا في إحساس، لكنه حليم. هاي القضية، نحن كل شيء نقلبه. ما في إحساس؟ لا في إحساس أكثر مني ومنك، لكنه حليم كما قلت. ما حل حبوته. قال التفت إلى أهله فقال اغسلوه وكفنوه حتى آتيكم لنصلي عليه. اذهبوا بديته إلى أمه، يعني مرته، فإنها من قوم غرباء عنا. تمام؟ هذا الولد مين بورثه يا جماعة؟ أبوه أمه، لأني ما هو متجوز، شاب صغير. تمام؟ فهو لا يريد شيئا من ميراثه، مو دا يشيل دية، هذا قاتل، دا يشيل دية، دا يدفع الدية، فهو لا يريد من ديته شيئا. بقية الدية يعطونها، أو الدية كلها ما دام تنازل عن حقه تأخذها الأم زوجته. اذهبوا بديته إلى أمه فإنها من قوم غرباء عنا. ثم التفت إلى القاتل فقال ما صنعت؟ ايش سويت؟ قطعت رحمك وأغضبت ربك وآذيت نفسك.
قطعت رحمك، هذا مو قرايبك، مو ابن عمك تقتله. قطعت رحمك وأغضبت ربك، قتل عمد الله أكبر من أكبر الكبائر. نعم. وآذيت نفسك، اللي بتعدى على الناس يؤذي نفسه، لا بد أن تأتيه الدوائر. ثم التفت إليهم فقال احملوه، وتابع مجلسه الذي هو فيه. قالوا فنظرنا فعجبنا فقلنا ألا تقوم؟ قال حتى أنتهي من مجلسي. الله أكبر. إيش هذه الأخلاق؟ ما هذه الأخلاق؟ ما القصص خرافية يا جماعة؟ قصص تاريخنا الإسلامي ليست خرافات. نحن ديننا ولله الحمد مضبوط، هو الدين الوحيد الذي عنده شيء اسمه الإسناد. هناك أسانيد لهذه القصص وكذا، بقية الأمم تخلط. فهذا كيف تعلم من هذا الدين الحنيف؟ ضبط الخلق، حسن الخلق، حسن التعامل مع الناس، هذا أمر عظيم جدا. فيا أيها الأخ الكريم السامع، ويا أيتها النفس الأمارة، توبي إلى الله توبة نصوحة من سوء الأخلاق مع الناس، فهذا ينفر عباد الله من الدين. سبحان الله. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. وعنه قال أنس ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الفعلان هكذا مبنيان، مسس وشمم، لأن كثير من الناس يقول مسس أو شمم. نعم، ما مسست ما شممت. طبعا سيأتي تتمة الحديث. تتمة الحديث قال ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا، متفق عليه. موطن الشاهد في آخر الحديث قال ما دخل إذن ذكره لطيب رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولين كفه الشريفة، هدول إيش دخلون بأخلاقه الحسنة؟ دائما أقول لكم يا أيها الكرام أحيانا سياق الحديث لا يذكر في نصه. قال شلون يعني؟ يعني مثلا يكون سيدنا أنس جالسا فيقول له بعض تلامذته حدثنا عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احكي لنا يعني باللهجة العامية، احكي لنا عن الرسول انت شفته. فبحكي لهم عن أخلاقه، عن وضعه، عن ريحته، عن شكله، عن طوله، عن جماله، عن كل شيء يتعلق به. فهذا السؤال غير مذكور في الحديث، ما قالوا لنا ايش سألوه ايش جاوبون، فقط يأتون لنا بالحديث. فنحن نقول ايش دخل هي بهي؟ بكون هذا في سؤال وترتيب نحن ما سمعناه، ما ذكر لنا. تمام. إذا يذكر عن شمائله الشريفة الخلقية، وهو قد أوتي من الخلق خير ما يكون. الآن الخلقية وهي المقصود خدمه 10 سنين. سبحان الله. لما قدم المدينة يقول أنس في روايات أخرى أو في أحاديث أخرى قدمت بي أمي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخي بجوز واحد يشرب مي؟ الله يرزقك. الله يرزقك. في كاسة؟ طيب ما حدا يحكيها. يا الله إذا في كاسة. نسأل الله العافية. سمعنا من فترة أناسا لا إله إلا الله من مشايخ الشيعة وأمثالهم والعياذ بالله فتوى يخرجها يعني منشورة على النت، يقول لهم إذا أراد أحدكم وقد تضايق من صوم رمضان فيخرج أقل مسافة القصر وهي 5 كيلومترات، يعني يخرج بجولة هكذا بسيارته بدراجته ثم يرجع فهو مسافر فيفطر. والله يقول هذا، والله يقول هذا على الملأ. سألت له زوجته بطل كل إيه؟ وخجلها جد طلعوا بصوم نهار، أما إذا فطر بصوم كأنه صام من رمضان كله.
لأنه ما خجله. يعني صرنا نسمع عجائب والله. يا الله يا الله ما صنع هؤلاء بالناس وبأنفسهم، والعياذ بالله تعالى، عياذا بالله. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يعني نقول للعبرة يا أيها الأحبة، وإلا فليس إنسان منا معصوما، لكن لما يولغ هؤلاء في الانحراف عن الحق فهذه مصيبة كبرى كبرى الحقيقة. سبحان الله. يقول سيدنا أنس: إذا جاءت بي أمي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مقدمه إلى المدينة، فقالت: يا رسول الله، إن الناس يهدونك وليس عندي شيء، أنا مرة على قد حالي، فهذا أنس غلام يخدمك. أنا عندي هي هدية بقدم لك، يا هي ابني خليه يشتغل عندك لوجه الله، يخدمك لوجه الله. فيقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. انظر ماذا قال: فما قال لي قط أف. خادم عبارة عن خادم، يعني واحد بالضايع مشغله اف، ايش بك ما تفهم. 10 سنين ما قال له اف. وانا اقول قد يتلطف الانسان مع الانسان الكبير، بقول لك هذا بعطل لي علي. طيب هذا خادم وولد صغير، يعني عادي، ايش اذا قلت له اف، ايش الشغله يعني؟ ما قال، لأن أخلاقه فطرة في نفسه ومرضاة لربه صلى الله عليه وسلم، يبتغي بحسن خلقه وجه الله تعالى مع الفطرة الطيبة، فخلص ما يضبط نفسه. ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، شيء يعني ما هو جيد طبعا، مو حرام، يعني تصرف من أمور الدنيا، فرضنا ما راد يساوي، فما بقول له ليش هيك ما سويت، خلص مو أمر دنيوي ماشي. ولا لشيء لم أفعله لما ألا فعلت كذا، ليش ما سويت كذا، أيضا خلص ما دام أمر جائز مباح ما في مشكلة، مشي الأمور سهلة. سبحان الله. بهذا يا أيها الأحبة، فضلا عن حسن الخلق، يحافظ الإنسان على حياته وعلى قوة بدنه. الانفعالات المستمرة تتلف الأعصاب. أعصاب الإنسان بالأخير بقول لك نسأل الله العافية، صابه شلل، صابه ضغط، صابه سكر، ينفعل في الليل والنهار، كل قضية ينفعل عليها، كل قضية ينفعل عليها. غفر الله لنا، قد أكون أنا مقصرا في هذا، كل إنسان يرجع إلى نفسه. فهذا الضبط للنفس يعينك أنت. هذه رواية الصحيحين. في غير الصحيحين جاءت أمه في أواخر الحياة النبوية فقالت: يا رسول الله، غلامك أنس ادعو الله له. يعني كأنها تقول يعني ابني بده مكافأة، فإيش المكافأة؟ هي امرأة صالحة، ادعو الله له. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم أطل عمره وأغنه وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. رضي الله عنه. اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله لقد تعديت 100، أي بعد كبر، أنا تجاوزت 100 سنة، ودفنت من ولدي لصلبي كما بلغتني ابنتي فلانة. من قد ما كبر قال أكثر من 100 ولد، بين ولاده، بين أحفاده، بين ولاد بنته، ولاد ابنه، هو دفن 100 ولد من ولاده وأحفاده. فكم ولدا عنده؟ نعم، أكثر ماله وولده. قال: ومالي فإن لي بستانين تثمر ثمار المدينة مرة ويثمران مرتين. ثم جعل يبكي فيقول: وإني لأرجو الرابعة، يعني وأدخله الجنة، رضي الله عنه. سبحان الله سبحان الله. فازوا بصحبته صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نرجو أن نكون معهم ببركة الحب، المرء مع من أحب، فنسأل الله أن يجمعنا معهم في الآخرة.
قال عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صحابي قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. كانوا في طريقهم في صلح الحديبية لعمرة الحديبية، فوصلوا بعد الميقات. هنا يحرم الإنسان، وإذا أحرم الإنسان لا يحل له أن يصطاد. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم، وحل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة. ففي البر لا يجوز للإنسان أن يصطاد. سيدنا الصعب هذا الصحابي اصطاد حمارا وحشيا. قال مو محرم؟ لا، هو كان ما هو محرم بوقتها، كان رسول الله محرما، هو لم يكن أحرم، فاصطاد حمارا وحشيا وجاء به إلى رسول الله يهديه إياه. الحمار الوحشي أحبابنا هذا المخطط يجوز أكله. الحمار الإنسي أو الأهلي، هذه الحمر التي نراها في أحيائنا وكذا، لا يجوز أكلها. الوحشي يجوز. فجاء به فأهداه فرده عليه، قال له ما بدي إياه شكرا. كأن الصعب رضي الله عنه تأثر في نفسه، يعني أنا جايب هدية ما قبلها مني. قال فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك غير أننا حرم. مباشرة سيدنا رسول الله يلحظ، لا يريد أن يكسر بخاطر إنسان من حسن خلقه. شافه تأثر، طلع عليه هذا بوجهه تغير، ما رديته لأني أنا ما برد، ما بحبك أو بدي أكسر بخاطرك أو ما لك قيمة عندي. لا 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 لا، بس نحن محرمون، والمحرم لا يصطاد ولا يصطاد له. فحينها عرف ذلك فطابت نفسه. لذلك إذا مثلا أهدي إليك شيء فاعتذرت فليكن عذرك لطيفا. يا أخي أعتذر، الله يجزيك الخير، والله أنت أفضلت وأحسنت وكذا وشكرا جزيلا، بس أعتذر بسبب كذا. بين له أيضا سبب الاعتذار إذا حصل مثل هذا. فهذا أيضا من حسن الخلق ومن جبر الخواطر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. بحسن خلقه يصل إلى درجة الصائم القائم، يعني في غير رمضان، في النفل. فلذلك أنت تحسن خلقك تبتغي بذلك الأجر. يعني بقول ما بدي أعصب من أجل الله، بدي أمسك أعصابي من أجل الله، ما مشان شيء تاني. وبعض الإخوة على ذكر هذا خصوصا في هذه الأيام الفاضلة الطاهرة المباركة، وخصوصا قبيل المغرب، ترى من الانفعالات الشيء العجيب. وإذا سألت هذا الإنسان يقول لك أنا صائم، أنا صائم. طيب الذي تتقاتل معه مفطر كمان صائم. يعني إذا واحد صائم، في واحد تاني بقول لك والله أنا خرمان على السيكارة وصلاني لهون. ها أيوة الحمد لله وصلاني لهون، منيح ما طلعت، مو نروح يعني قصدك؟ انت اجدب عليه، قل له مو نروح، منيح ما طلعت، الحمد لله اللي عافى فيك. طبعا هذاك الوقت بدا يكسر يعود اذا قلت له اي عجيب. الأعجب من هذا أيضا تراهم قبل 10 دقائق يخرج من دكانه التي هي في قاضي عسكر أو في السكري، يريد أن يصل إلى حلب جديدة. طيب قبل 10 دقائق ستصل، ويزمر طول الطريق ويسب الناس طول الطريق ويضرب هذا ويشتم هذا طول الطريق ليصل. صلك صايم 14 ساعة 13 ساعة 17 ساعة، هل 5 دقائق إذا ما وصلت عليها بدها تقتل كل الناس وأنت في الأصل متأخر؟ إيش شو هالحسن الخلق هذا؟ ما شاء الله على هذا الحسن. إما أن تبكر وإما أن تنتظر. يا الله، لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ والله يعني ما ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، ما ينبغي. ويقول كل مرة يعتذر والله الضغوطات، كل شغل الضغوطات، كلنا مضغوطون فلنقتل بعضنا إذن. مين اللي يعني اللي هيك قاعد وكل الأمور ميسرة له؟
كم واحد في الدنيا هذا موجود؟ طيب إذا كانت الضغوطات هي التي تغلبنا وتحكمنا، إذن فلا حرج علينا مهما فعلنا. الحرامي عليه ضغوطات، والزاني عليها ضغوطات، وقاتل النفس عليه ضغوطات، كل عليه ضغوطات، معناها المبرر لهم كل أفعاله. لا يا إنسان، لا يا مسلم، لا. فهذا يا أيها الإخوة مهم جدا. قضية قبيل الإفطار، حسن من خلقك، هذا وقت مبارك، والصائم يحسن خلقه، لا يسوء من أجل الطعام والشراب. الحمد لله تدربنا، بالعكس في العشر الأواخر مثلا مثل هذه الأيام خلاص صار الصيام سهل. أول يوم يومين لعلك تغير عليك الجو، الآن صار سهلا. لماذا هذه الانفعالات كلها؟ سبحان الله العظيم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر سبب يوصلهم إلى الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. الله أكبر، إيش المنزلة العظيمة! تقوى الله وحسن الخلق. لذلك كما قلت، مسوك أعصابك مو مشان شيء، من أجل الله. لا ترفع صوتك من أجل الله، لا تضرب من أمامك من أجل الله، لا لشيء آخر أبدا، لأن لك ثوابا عظيما على حسن خلقك، أجر عظيم من الله يكتب لك، يسجل حسنات كحسنات الصلاة والصوم والزكاة. قال: وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. سبحان الله. الفم والفرج. الفم يطلق لسانه في عباد الله في الليل والنهار، سبابا، شتيمة، غيبة، نميمة، أو والعياذ بالله كفرا، والعياذ بالله ألفاظ الكفر. الفم. ثانيا الفرج يا أيها الأحبة ليس الزنا وحده. قال لك الفرج معروف، الزنا وحده لا. هذا كما ورد في الحديث الذي سقته من أيام في درس العصر لما ذكرت كبيرة الزنا. هناك حديث عظيم ذكره الإمام مسلم وخرج البخاري بعضه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. هذا اللفظ في صحيح مسلم. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، والفم زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجلان زناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. بعد كل هالقصة بعود الفرج بكمل خالص، لأن في قصة وصلت لهون. ما هيك واحد هيك خلص زنقة، لا، ما في هيك، في قصص بدائيات. في كما قال شوقي قديما: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. في قصص تفاصيل. لذلك لا بقى تروح على الجامعة، اتق الله، مو تحتملني رحمك الله، أنا أداعبك لأنك أخ عزيز. لا بأس بذلك يا أيها الكرام، لا بأس بذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. المهم، إذا هنا يا أيها الأحبة الفم والفرج مشكلة كبرى، مشكلة كبرى. لذلك وجب على الإنسان أن يضبط هذين العضوين، وضبطهما كما قلت ليس بانفلاتهما المباشر، بل ما يؤدي إليهما. فبدأ أقعد أطلع الصغير والكبير، بده يشتغل لساني فيهم. إذا بدأ أراقبك وأراقب هداك، وين دخل هاد، وين طلع، يعني بدأ أكتم في قلبي، بدأ أطلع بقى، بدأ أحكي هاد دخل لهون، إيش بده، هديك طلعت هيك لابسي، هاد طيب مالي ولهم. لساني هذا أخزنه عن عباد الله. الثانية الفرج كما قلنا له مقدمات موصلة إليه، لكن موطن الشاهد في الحديث أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق، وحسن الخلق، هذا موطن الشاهد في الحديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه،
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. هذا أيضا حديث في فضل الحلم وحسن الخلق. دخل أعرابي يوما المسجد النبوي. المسجد النبوي في ذلك الوقت عبارة عن تراب عادي لا يختلف عن باقي الأراضي شيئا، لكنه ممهد تمام، وشيء من حصى يسير. السقف عبارة عن جريد النخل، ورق النخل مطبق فوق بعضه، لذلك كانوا إذا اشتد المطر يكف السقف عليهم، يعني بنقط على رؤوسهم. جدرانه من جذوع النخل، صفت جذوع النخل. قبليته، القبلة فيه عبارة عن لبن، يعني طين مع حجارة صغيرة وضعوها فصنعوا منها الجدار القبلي. هذا كان المسجد النبوي. لذلك لما دخل الأعرابي إلى المسجد نظر لا يختلف عن باقي الأرض، فظن أن الأمر سهل، كشف عن ثوبه وجلس يبول. في روايات أخرى للحديث، الحديث رواه كثير من أهل العلم، قال: فهم الناس به، يعني صاروا يعيطوا عليه: قليل فهم كذا كذا، ايش تفعل في المسجد؟ طبعا هذا أعرابي جاء من البادية لا يدري شيئا، وقلت الذي دفعه أن منظر المسجد لا يختلف. أما الآن في زماننا يقول لك والله دخلت عادي، يعني والله أنت بحر عادي. أحيانا بشوف بعض الناس بدخل بالتاسومة على الجامع، وين رايح حبيبي؟ وين رايح؟ إيه ليش يعني هون ما نشلح بده شل حذاء؟ والله ما بعرف، في سجال شلون يعني. فأحيانا في فهم زائد عن اللزوم، بتشوفوا يعني أمثلة في هذه الحياة، الفهم زائد سبحان الله. مهم، فهذا الرجل دفعه إذن عدم اختلاف هيئة المسجد عن الهيئة خارج المسجد. فلما هم الناس به قال لهم نبي الله: دعوه لا تزرموه. الإزرام هو قطع البول، يعني خلص عفوا يكمل يقضي حاجته، لأن الإنسان بهذه اللحظة قد يخاف كذا ويتألم يمرض من إثر ذلك، عفوا لا تزرموا. لما فرغ، هنا الرواية قال: دعوا، بعد أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل يا أيها الأحبة هو دلو كتوا فوقه مي. قال هيك خلص طهر في ذلك العصر وذلك الوضع. نعم، لأن الأرض إيش قلنا ترابية، خلاص بتصب عليها المي، النجاسة نزلت لتحت والمي الطاهرة صارت فوق، خالصين. أما في حياتنا في هذه ثيابنا فتحتاج غسلا وعصرا حتى يتقاطر الماء النجس ثم الماء الطاهر يبقى. أما هنا خلاص مش دا يعصر، الأرض لا تعصر. طيب، والذنوب ذنوبا من ماء مثل السجل وهو الدلو أيضا. مرة كنت في مجلس فقال: أو ذنوبا من ماء. قلت له: أي الذنوب إيش جنسها؟ طلع هيك، قال لي: والله ما بعرف. قلت له: طيب طلع على الزال إيش مكتوب؟ قال: ذا. قلت له: ليش قريت ذو؟ قال: ما انتبهت. قلت له: هدي، أنت تتصدر للتعليم، يعني حاول أنا أول مقصر، لكن حاول أن تكون ضابطا لما تقرأه، لأني مشكلة الذي يسمعك قد يفهم منك يعني أمورا أخرى، سبحان الله. طيب، ثم قال لهم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حاولوا أن تتعاملوا مع الناس باليسر لا بالتعسير والتشديد. هذه رواية في الصحيح. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، الحافظ بن حجر في شرحه فتح الباري على صحيح البخاري، ذكر روايات أخرى لبعض أهل العلم. قال: فنظر الأعرابي إلى رسول الله ثم إلى الناس، طلع هيك فيه ثم رفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما عيط علي الله يرحمه، ودول عيطوا علي الله ياخذون، ما بيستاهلوا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حجرت واسعة.
رحمة الله الواسعة بدها تحجر علي وعليك، مات حجرته واسعة سبحان الله. انظر إلى هذا الأمر. لو أنهم ضربوه أو طردوه، هذا أعرابي وجاء لعله للمرة الأولى أو كذا، لعله يرتد عن الإسلام، يصير يقول لك ضربوني عيطوا علي قلعوني، ولا هكذا هالشغلة والعياذ بالله تعالى. فاستقطبه شده جذبه إليه صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وتعامله معه سبحان الله العظيم. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان وقمة الخلق والفضل. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان مطلوب في كل شيء حتى مع الحيوان. فهؤلاء الذين يزعمون حقوق الحيوان هذه موجودة عندنا قبلهم. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. تمام. فهذه الحقوق موجودة عندنا في الإسلام قبلهم، لا يعني يزعمون علينا ويدعون علينا بالتناظر وتفاخر وليسوا كذلك. طيب، فإذا قتلتم، القتل هنا لما يحل قتله أي من الحيوانات بالصيد بالذبح. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى القتل يكون على من يستحق القتل من البشر، يعني القاتل يقتل وهكذا. فهذا لما يقتل لا نقتله بشكل يعني مؤلم جدا له، بأريح الوسائل. على ذكر ذلك يثيرون أعداء الإسلام ويثيرون الأساليب المغرضة جدا في أن قتلكم كان أيها المسلمون، ولا يزال عند بعض من ينفذ هذه الوسيلة. يعني إيش هذا الشكل المزعج المقرف المجرم ما أدري إيش الذي ليس فيه إنسانية؟ ليش تقتلونه بالسيف؟ طيب يعني الرصاص كتير حلو، رصاص حلو مو هيك سهل كتير. الرصاصة وهداك يعني شو قد يطول؟ 7 ساعات تم عم تلوى ثانية واحدة. على كل أهل العلم لم يجعلوا ذلك أمرا مقطوعا به، بحيث إذا لم يحصل أثموا. بمعنى لو فرضنا أننا غيرنا الوسيلة إلى وسيلة أخرى في القتل فلا حرج إذا لم تكن تؤذي القتيل وتضر به زيادة، يعني بتألمه أكثر. أي وسيلة لا بأس أنها تخفف عنه، لا حرج. لكن دائما أقول لا تصدق كل ما يدعيه أعداء الإسلام عن دينك وتقتنع بكلامهم. إيه ضربوا بالسيف، أكرر يعني إيش صار؟ كم سيتأثر إلا لحظات. قالوا أخذوا للإعدام وده ينقطع راسه. طيب أخذوا للشنق، بيختلف يعني وقت ده يعرف انه هو ده ينشنق يموت او ده ينقطع راسه يموت او ده يضرب رصاصة، يعني احاسيسه هاي هي. لذلك هذا الكذب الذي يلفونه ويشتغلون به لا تصدقه كما قلت، غايتهم ان يشككوك في امور دينك. فاذا حتى القتل المقتول ايضا يطلب شيئا يعطى مما احله الله، يطمئن، يذكر بالله، يذكر بالتوبة، ينصح قبل أن يقتل. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، هذا بذبح الحيوانات، وليرح ذبيحته. حتى الذبيحة، رأى مرة رسول الله رجلا يسوق ذبيحته سوقا عنيفا فقال: ويلك قتلتها مرتين، سقها سوقا رفيقا، شوي شوي، مونتر هيك وبرفسها هو ماشي شوي شوي، مش أن جعلها تمشي هونا ما. لذلك ذكر أهل العلم أيضا أن لا تذبح الأولى أمام الثانية، يبعدها عنا مشان ما تشوف أختها عم تموت. سبحان الله. يحد شفرته لأنها بضربة واحدة تقتل، انتهى، ما بده يحز حتى يؤذيها ويؤلمها. سبحان الله. حتى هنا يطلب الإحسان والخير وحسن التعامل حتى في مثل هذه المواطن. فهذا ديننا الحنيف. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا وتيسر أرزاقنا وتعيننا على مرضاتك يا عظيم، والحمد لله رب العالمين.